3, 2, 1. إيران قفلت مضيق هرمز زي ما انت أكيد عارف يا أميجو، والنتيجة إن بقى في أساطيل بمليارات وحاملات طائرات أمريكية ومدمرات شايلة صواريخ عابرة للقارات واقفة محلك سر على باب المضيق وخايفة تعديه مع إن طوله 33 كيلومتر بس. يا ترى ليه؟ هل في وحش أسطوري هيطلع لهم من المية؟ لا يا سيدي، الصدمة إن العالم اللي أنت عارفه اتشل فعليا في إبريل 2026، والسبب مش حرب نووية، السبب هو كورة حديد مصدية تمنها 20,000 دولار قدرت تحبس 20% من بترول الكوكب، وده حصل لما الحرس الثوري الإيراني بدر مضيق هرمز بالألغام البحرية. والسؤال اللي العالم كله حابس أنفاسه بسببه، إزاي حتة حديدة تحت المية تقدر تذل أقوى بحرية في العالم وتكسر ظهر اقتصاد كوكب كامل؟ وإيه الحكاية اللي بدأت ببراميل خشب وبقت كوابيس مغناطيسية وصوتية ما بيفلتش منها حد؟ وإيه اللي هيحصل في جيبك أنت يا أميجو في رغيف عيشك لو المضيق ده ما اتفتحش في أسرع وقت؟ اربط الحزام وافتح مخك معايا، لأننا النهاردة هنغطس في منطقة ألغام حرفيا عشان نفك شفرة السلاح اللي لوى دراع الدول وبقى محبس الحياة في إيد اللي بيملكه. بس قبل ما نغطس انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة واعمل متابعة لو لسه مش عامل، وفعل الجرس عشان يوصلك كل انفجار، واطلع تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل الخير اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم لمعلوماتك. في سنة 1776 يا أميجو، وأثناء حرب الاستقلال الأمريكية عن إنجلترا، وقتها طبعا الحرب ما كانش زي دلوقتي كل واحد بيحدف التاني بالصواريخ من بعيد لبعيد، لا دي كانت وش الوش، اللي عاوز يغرق سفينة لازم يقرب منها ويضربها بمدافع أو يخبطها بمركب تانية. لحد ما في يوم جه واحد أمريكي دماغه شغالة اسمه ديفيد بوشنال، الراجل ده كان عاوز يخلص من السفن البريطانية الجبارة اللي محاصرة نيويورك، فعمل اختراع مجنون سماه السلحفة، وده كان عبارة يا أميجو عن برميل خشب كبير متقفل كويس قوي، جواه بارود وفيه مسمار كبير مفروض يتربط يدوي في خشب السفينة من تحت وهي واقفة، وفوقيه تايمر بدائي شغال بزنبلك، يعني انت بتركب قنبلة موقوتة تحت المية وهي في عز نومها. طبعا المحاولة دي ما نجحتش وقتها لأن خشب السفن البريطانية كان متغطي بطبقة نحاس والمسمار ما عرفش يخترقه، بس الفكرة عششت في دماغ العسكريين في العالم كله وقتها، وقالوا لنفسهم ليه نتعب نفسنا في مطاردات وصواريخ ومواجهات مباشرة طالما ممكن نخلي الموت يستنى العدو في نص الطريق وهو اللي يروح له برجليه. ومن هنا بدأت فكرة الألغام البحرية، ومن وقتها والألغام بقت هي سلاح الفقراء القاتل. وسامعك دلوقتي يا أميجو وانت بتقول سلاح الفقراء ازاي؟ هو سلاح الفقراء لأن المعادلة هنا خسرانة لأي جيش نظامي مهما كانت قوته. تخيل لغم بحري تمنه ما يكملش 20,000 دولار، يعني ما يكملش تمن عجلة طيارة من اللي موجودين دلوقتي، يقدر يذل ويغرق مدمرة تمنها 2 مليار دولار. انت متخيل الفرق؟ فانت بقى مش محتاج تبني اسطول بمليارات ولا تجيب حاملات طائرات عشان تهزم عدوك، انت بس محتاج تزرع البحر ألغام وتتفرج من بعيد. وده اللي خلى الأساطيل العملاقة في كل الحروب تمشي بحذر وكأنها ماشية على قشر بيض وهي مرعوبة من شبح ملوش عين وما بيتشافش، مجرد حارس صامت تحت المية. لحد ما جت الحرب العالمية التانية والموضوع اتقلب لصناعة موت بجد وبطريقة منظمة. الألمان والبريطانيين رموا أكتر من 1,000,000 لغم في البحر. تخيل يا أميجو، البحر ما كانش مجرد مية، كان عبارة عن حقل ألغام عملاق. الإحصائيات بتقول إن الألغام لوحدها كانت مسؤولة عن غرق أكتر من 2500 سفينة، يعني إحنا بنتكلم عن قاتل صامت قاعد تحت ما بيزهقش ما بيجوعش ومستني تكة واحدة بس من أي سفينة معدية عشان يقلب عليها وطيها ويحول الفولاذ لخردة في ثواني. والأدهى من كده بقى إن الألغام دي نادلة وعمرها طويل بشكل مرعب، لدرجة إن في ألغام من اللي اترمت في الحرب العالمية التانية، يعني من أكتر من 80 سنة، لسه شغالة وصاحية لحد النهاردة في قاع البحار، وممكن أي صياد غلبان أو سفينة تجارية تلمسها بالصدفة توديهم ورا الشمس. أنت مستوعب الرعب؟ يعني الحرب خلصت والجنرالات ماتوا والدول اتصالحت، بس اللغم لسه واقف انتباه تحت المية ومستني ضحيته اللي لسه ما اتولدتش أصلا وقت ما هو اترمى.
وعشان تستوعب حجم الرعب بجد لازم تعرف ان الالغام ما بقتش مجرد كرة بشوك طالعة منها مسامير زي اللي بنشوفها في افلام الكرتون يا اميجو. الالغام دلوقتي بقت اجهزة ذكية بتمتلك حواس مرعبة، وكل نوع فيها ألعن من التاني ومتقسمة لطبقات بتخلي البحر كله عبارة عن فخ متعدد المستويات. فتعالى بقى نتكلم على كل نوع من انواع الالغام البحرية واعرفك هو بيشتغل ازاي وازاي بيتفجر في السفن. اول نوع هي الكونتاكت ماينز، واللي بنسميها الغام التماس، ودي النوع الكلاسيكي من الالغام اللي كلنا عارفينه. ودي بقى بتبقى متعلقة بسلسلة ومتثبتة في القاع وعايمة تحت سطح المية بشوية، وبتعتمد على اللمس. لازم السفينة تخبط في شوك اللغم عشان الدايرة الكهربائية تكتمل وينفجر. وبالرغم من انها قديمة بس لسه مرعبة، لانك ممكن تنشر منها الالاف بتكلفة عبيطة، وتخلي اي قبطان ماشي وهو قلبه في رجليه وهو بيدور على البروزات دي تحت الموج بعدسة مكبرة. اما تاني نوع فهي الانفلونس ماينز، واللي بنسميها الالغام الصايعة. دي بقى اللي ملهاش امان يا اميجو، لانها بتحس بيك من غير ما تلمسها. المخ في النوع ده عبارة عن مستشعرات متطورة جدا، وليها كذا طريقة عشان تصطادك. أولهم المغناطيسية. أي سفينة في الدنيا هي عبارة عن كتلة حديد ضخمة ماشية في البحر، والحديد ده بيعمل تشويه في المجال المغناطيسي للأرض. اللغم هنا بيبقى قاعد تحت، وأول ما يحس إن في كتلة مغناطيسية قربت منه بيفهم إن في صيد سمين فوقه، فيقرر ينفجر فورا. تاني طريقة للانفجار وهي الطريقة الصوتية، وتقدر تقول هنا إن اللغم بيبقى عنده ودن موسيقية، لأنه بيبقى متبرمج على بصمة الصوت بتاعت مواتير السفن. اللغم هنا بيبقى عارف صوت موتور المدمرة ويقدر يفرقه عن صوت مركب صيد غلبان، وبيستنى لحد ما السفينة الكبيرة تعدي فوقه بالظبط عشان يفرقع في اللحظة الحاسمة. أما بقى النوع الألعن والأخطر من الألغام هو النوع الثالث، البريشر ماينز، ألغام ضغط المية. دي بقى اللي ملهاش حل يا أميجو. السفينة وهي ماشية بتزيح كميات مهولة من المية، وده بيغير ضغط المية على القاع. اللغم بيحس بالتغيير البسيط ده في الضغط ويفهم ان في جبل ماشي فوقه. طب ليه النوع ده خبيث؟ لانك صعب تخدعه بأي وسيلة تشويش. هو بيحس بوزنك الحقيقي وكتلتك اللي ماشية فوق المية. ولو رحنا للنوع الرابع فهنلاقي العلم تقدم جدا لدرجة ان بقى فيه ألغام مبرمجة. تخيل يا أميجو إن في ألغام دلوقتي عندها ذاكرة، يعني ممكن تظبط اللغم إنه ما يفجرش أول سفينة تعدي فوق ولا التانية، ويفجر التالتة بس. ليه؟ عشان يخلي كاسحات الألغام، وافتكروا موضوع كاسحات الألغام ده عشان هنشرحها قدام، تفتكر إن الطريق أمان، ولما الأسطول الحقيقي يدخل بوم تحصل الكارثة. يعني من الآخر يا أميجو السفينة تبقى ماشية في أمان الله، والقبطان فاكر إنه مسيطر وهو مش عارف إن في شيطان نايم تحت منه، لا بيتحرك ولا بيطلع صوت، بس حواسه كلها صاحية ومستنية تكة واحدة أو صوت موتور أو حتى رشة مية زيادة عشان يحول الفولاذ ده كله لخردة تستقر في قاع البحر في ثانية واحدة. وعشان تفهم ليه الجنرالات شعرهم بيبيض لما بيسمعوا سيرة لغم تحت المية لازم ننسى شكل الانفجارات اللي بنشوفها في الأفلام، لأن الحكاية مش مجرد خرم المية هتدخل منه ونحاول نسده. لا يا بطل، الفيزياء هنا بتلعب لعبة تكسير عظم حرفيا. أغلب الناس فاكرة أميجو إن اللغم لازم يخبط في جسم السفينة عشان يغرقها، بس الحقيقة إن الألغام الألعن هي اللي بتنفجر تحت السفينة بمسافة بسيطة ومن غير ما تلمسها. ليه؟ عشان تستخدم المية كمطرقة مدمرة. أول ما اللغم بينفجر يا أميجو بيولد كمية كبيرة من الغازات السخنة في أجزاء من الثانية. الغازات دي بتعمل حاجة اسمها الإكسبانجين بابل، فقاعة الانفجار. الفقاعة دي بتكبر بسرعة البرق وبترفع أطنان المية اللي فوقيها، فتقوم رافعة السفينة كلها لفوق. السفينة بقى اللي وزنها آلاف الأطنان بتلاقي نفسها طايرة فوق قمة موجة اصطناعية جبارة، وده بيخلي جسم الفولاذ يتعرض لضغط ما يتخيلهوش عقل. بس المرعب بجد بقى يا أميجو مش الرفعة دي، المرعب هو اللي بيحصل بعدها بكسور من الثانية. الفقاعة دي بتبدأ تنهار فجأة لأن ضغط المية اللي حواليها أقوى منها، فبتسيب وراها فراغ أو حفرة مية تحت نص السفينة بالظبط. في اللحظة دي طرف السفينة اللي قدام وطرفها اللي ورا بيبقوا متشالين على المية، لكن النص متعلق في الهواء فوق الفراغ ده. عارف ايه اللي بيحصل يا اميجو؟ وزن السفينة الجبار مع الجاذبية بيخليها تتني لتحت في منطقة الفراغ دي، وهنا بيحصل الكابوس اللي بيسموه الكيل بريكنج، كسر العمود الفقري. الكيل ده هو العمود الفقري الفولاذي اللي ماسك السفينة كلها، واول ما يتكسر السفينة بتفقد قوتها الهيكلية تماما، بتتقطم نصين زي البسكوتة اللي غطستها في شاي بلبن. ومش بس كده، الانفجار ده بيبعت موجات صدمة بتمشي في المية اسرع من الصوت. الموجات دي بتدخل جوه السفينة وتدمر المواتير وتقطع المواسير
وتطير المسامير من مكانها وتخلي الأجهزة الإلكترونية اللي جوه السفينة تتحرق تماما. يعني حتى لو السفينة ما اتقسمتش نصين فهي بتتحول لجثة هامدة عايمة فوق المية، وغرقها بيبقى مسألة وقت مش أكتر. يعني من الآخر يا أميجو، اللغم مش بيحاول يخرم السفينة، هو بيخلي السفينة تغرق نفسها بوزنها. بيستخدم فيزياء السوائل والجاذبية عشان ينهي أسطورة أي وحش فولاذي في ثواني معدودة. أكيد دلوقتي بتقول طب ما إيران بتقول إنها عاملة طريق آمن، معناه إيه الكلام ده؟ هتسمع إن إيران أو أي دولة تانية بتقول إن في طريق آمن وسط حقل ألغام، ما تفتكرش إن الموضوع بسيط زي رصيف المشاة اللي موجود في الشارع. الحكاية هنا هي عبارة عن لعبة سيطرة كاملة بتمارسها الدولة اللي زرعت الألغام دي. زراعة الألغام يا أميجو هي فن وتكتيك عسكري خبيث جدا. هما مش بيرموا الألغام في البحر وخلاص زي ما الفلاح بيرمي بذور الزرع، هما بيعملوا حاجة اسمها حصار انتقائي. يعني بيقفلوا مناطق واسعة جدا بالألغام اللي حكينا عنها، وبيسيبوا ممرات ضيقة ومحددة جدا هما بس اللي معاهم الخريطة السرية ليها وإحداثياتها بالملي. الممرات دي بتبقى عاملة زي عنق الزجاجة، بتجبر كل سفن العالم بمدمراتها وحاملات طائراتها إنها تمشي ورا بعضها زي الطابور في خط مستقيم واحد. ده معناه إيه يا أميجو؟ معناه إن الدولة اللي زرعت الألغام بقت هي الكل في الكل، هي اللي بتحدد مين يعدي ومين يستنى، وبتقدر تراقب كل مسمار داخل أو خارج من المنطقة اللي زرعت فيها الألغام. وأي حد قلبه جامد ويفكر يخرج بره الممر ده بمتر واحد عشان يهرب من الزحمة بيبقى كأنه بيمضي على شهادة وفاته بإيده، لأنه بيسلم نفسه للمجهول اللي مستنيه تحت المية. طيب يا أميجو، الحرب خلصت خلاص والنفوس هديت، ازاي بقى بننظف البحر من القرف ده؟ بص يا سيدي، الموضوع ده له طريقتين. اول طريقة، الدولة اللي زرعت الالغام دي زي ايران مثلا بتبقى عارفة بالملي وباحداثيات الجي بي اس هي حطت كل لغم فين بالظبط، فبالنسبة لها عملية التنظيف دي لعب عيال. بتبعت السفن بتاعتها في الممرات اللي هي عارفاها وتلم الالغام بكل سهولة وامان، ودي الطريقة السهلة. اما الطريقة التانية بقى والصعبة فدي اللي بيلجأ لها العدو، الطرف التاني اللي جاي من بره زي امريكا واساطيلها. دول بقى بيبقوا داخلين عمياني، ما يعرفوش اللغم ده تحتهم ولا يمينهم ولا شمالهم، وعشان كده هم اللي بيحتاجوا الترسانة المعقدة اللي بنسميها الماين سويبرز، كاسحات الالغام. وكاسحات الالغام دي هي عبارة عن سفن، بس هي السفن الوحيدة اللي بيبقى مسموح لها تدخل عش الدبابير ده وهي مش مرعوبة. بس عشان تدخل لازم تكون غير مرئية، مش متشافة بالنسبة لحواس اللغم اللي حكينا عنها. يعني بتتصنع من الخشب او البلاستيك المقوى بدل الحديد عشان اللغم المغناطيسي ما يحسش بكتلتها، ومواتيرها بتبقى هاديه جدا ومعزوله في غرف خاصه عشان اللغم الصوتي ما يسحبهاش، وحتى تصميمها بيخليها تطفو بخفه وسرعه معينه عشان اللغم الضغطي ما يرصدش وزنها وهي معديه. بس العمليه دي بقى اميجو بتبقى بطيئه وبتاخد وقت وسنين، لان الكاسحات بتمشي تمشط البحر سنتي سنتي، وفي منها اللي بيجر وراه مقصات كهرومغناطيسيه تقطع السلاسل اللي ماسكه الالغام في القاع، فتقوم الكور السوداء دي طالعه على وش الميه زي البالونات، وهنا القناصه بيضربوها بالرصاص او يفجروها من بعيد. ده غير ان دلوقتي العلم اتطور وبقوا يبعتوا روبوتات يو في اس وغواصات آلية صغيرة بتنزل تصور القاع وتحدد مكان اللغم بالظبط وتفجره وهي في مكانها. بس برغم كل التكنولوجيا دي البحر لسه واسع ومخبي اسرار كتير، لدرجة ان في الغام من الحرب العالمية الثانية يعني من 80 سنة لسه بتظهر للصيادين في بحر الشمال او المحيطات لحد النهارده. يعني اميجو اللي بيزرع لغم في يوم وهو عارف مكانه بيخلي غيره يفضل يقلعه في سنين وهو حاطط ايده على قلبه. والالغام دي بتبقى هي الذكرى البايخة اللي بتفضل موجودة حتى بعد ما السلام يرجع بين الدولتين اللي كانوا بيحاربوا بعض، وتخلي اي بحار ماشي في المنطقة قلبه واكله من اللي مستخبي تحت المركب لمجرد انه ما معهوش الخريطة السرية اللي مع صاحب اللغم. وطبعا زمانك بتسأل يا أميجو دلوقتي السؤال اللي أنا عارف إنه بيدور في دماغك، أنا مالي ومال الكلام ده، ما يغرقوا ولا يولعوا؟ عشان نجاوبك على السؤال ده لازم تفهم إن خناقة مضيق هرمز اللي بنشوفها النهاردة مش مجرد شد وجذب سياسي أو مجرد مناورات، لا يا بطل، إحنا بنتكلم عن محبس الغاز والبترول بتاع كوكب الأرض كله اللي اتقفل فعليا. المضيق ده مش مجرد ممر مائي، ده شريان الحياة اللي لما اتقفل بالألغام العالم كله دخل في حالة سكتة اقتصادية، وآثارها بدأت تظهر فورا في أقل من 24 ساعة من بعد ما المضيق اتقفل. انت مستوعب الرقم اللي العالم مرعوب منه؟ احنا بنتكلم عن اكتر من 20% من استهلاك البترول والغاز في العالم اللي بيعدي من الفتحة الضيقة دي، يعني حوالي 21 مليون برميل بترول يوميا. تخيل بقى لما كرة حديد مصدية تمنها ما يعديش ال20,000 دولار من اللي حكينا عنهم تقف في طريق الناقلات العملاقة دي وتجبرها تركن صف تاني، ايه اللي هيحصل في جيبك انت يا اميجو؟
أول حاجة سعر برميل البترول هيطير للسما، وفعلا السعر بدأ يكسر أرقام قياسية وممكن يوصل ل 150 و200 دولار للبرميل في أيام بسيطة. وده معناه إن أجرة المشروع اللي بتركبه هتغلى، وتمن البنزين اللي بتمون بيه عربيتك هيتضاعف، وحتى رغيف العيش والسلع اللي في السوبر ماركت هتغلى. ليه؟ لأن العربيات اللي بتنقل الأكل دي ماشية بسولار، والسفن اللي شايلة القمح بتمشي بوقود، فكل تكلفة النقل دي أنت اللي بتحاسب عليها في الآخر. وطبعا مش محتاج اقول لك ان رجوعك بدري للبيت الساعة 9 وعدم قعدك على القهوة بعد الوقت ده ان ده برضو كان نتيجة لقفل المضيق. تاني حاجة بقى وهي شلل الصناعة العالمية. دول زي الصين واليابان والهند اللي هم مصانع العالم بيعتمدوا بنسبة كبيرة بتوصل ل 80% على بترول وغاز الخليج اللي بيعدي من مضيق هرمز. فدلوقتي لما مصدر الطاقة ده اتقطع، المصانع دي بدأت تهدي اللعب وإنتاجها يقل، وده معناه إن أسعار الموبايلات واللابتوبات وأي جهاز كهربائي في إيدك هيولع نار، لأن المعروض منه في السوق ما بقاش كتير. تالت حاجة شركات التأمين اللي بدأت ترفع إيدها تماما. مفيش شركة تأمين في العالم دلوقتي بترضى تأمن على أي سفينة ماشية في حقل ألغام زي مضيق هرمز، وده بيخلي حركة التجارة البحرية في المنطقة تقف، والسفن تضطر تلف حوالين طريق رأس الرجاء الصالح. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان وقت الرحلة زاد اسابيع، وملايين الدولارات زيادة اتصرفت في الوقود، وكل ده برضه في الاخر هيتخصم من جيب المستهلك الغلبان اللي هو انا وانت يا اميجو. بس في النهاية احنا حابين نوضح اننا مش بنخوفك ولا بنعمل عليك فيلم نهاية العالم. احنا بنقول لك الحقيقة المرة اللي مخلية قادة العالم في واشنطن وبكين ولندن مش عارفين يناموا. الوعي هو اللي هيخليك تفهم اللعبة السياسية صح، وتعرف ان الزرار اللي بيترمي في البحر او اللغم اللي بيتحط تحت المية مش مجرد سلاح عسكري، ده قنبلة اقتصادية موقوتة تقدر تهز عروش وتوقع دول من غير ما تضرب رصاصة واحدة. وسؤالي ليكو اعزائي الاميجوس، هل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هيقدروا فعلا يخلونا نسيطر على البحر تماما ونكشف الشياطين الصامتة دي في ثواني؟ ولا هتفضل الألغام البحرية هي العقدة اللي ملهاش حل، واللي هتفضل دايما كارت إرهاب في إيد اللي بيملكها؟ مستنى أشوف رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، وخلينا نتناقش بالعقل والمنطق بعيدا عن العواطف. وخليك دايما فاكر يا أميجو إن مع الاستوريادور معلومات عامة هنخلي المعرفة أسلوب حياة. كالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الاستوريادور، نستودعكم الله.